السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وحلقات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. دي ان شاء الله الوصفات اللي هنعملها مع بعض النهارده بمكون بنرميه هو قشر البرتقال. عملنا 4 وصفات. عملنا صابون سائل للمواعين، وعملنا ده هنعمل بيه، هننقع فيه البطه او الفراخ لو فيهم اي زفاره يعني هتقضيلك عليها. وعملنا ده كمان القشر ده احنا بشرينه كده واخدينه، هتحطيه في برطمان وتحطيه في الفريزر. لو حبيتي تعملي بسكوت البرتقال او كيكه البرتقال هتلاقي عندك القشر ده. لو مش موجود هتلاقيه عندك متخزن، بجد روعه. وعملنا معطر، هترشيه في الحمام، هترشيه في المطبخ، هترشيه على الرخامه، هيعقم لك الرخامه، بجد حلو جدا في التعقيم. بجد الوصفات دي جميله جدا جدا، هتنول اعجابكم. يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفاتي تشيروا لي الفيديو فضلا وليس امرا، عشان كل اصحابكم وحبايبكم يشوفوه. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ بجد روعه. ايه رايكم؟ مش مكلفانا الوصفات دي اي حاجه، ان شاء الله هتشوفوها في الفيديو. بجد روعه 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 ان شاء الله. هتعجبكم باذن الله. يلا بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدا الوصفه هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا هنعوز معانا كده قشر برتقال، ده قشر يوستفندي، وكمان قشر برتقال اهو. ولو عندك قشور ليمون حطيها. بجد انا عملت معاكم وصفات كتيره بالقشر البرتقال، بجد كنز معاكي قشر البرتقال ده او قشر الليمون، بجد روعه، بيعمل احلى الوصفات. بعد كده انا هحط ميه، طبعا تكوني غسل القشر كويس، وهحط ميه. تمام. وهرفعه على النار وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي انا نزلت البرتقال بعد ما استوى زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله هنعمل كذا وصفه بيه. هناخد من عصير البرتقال بتاعه اهو، هناخد شويه كده، وهنجيب بخاخه. هنعمل اول حاجه معطر اهو زي ما انتم شايفين كده. هعبي المعطر في الازازه. بصوا يا حبايبي احنا هنعمل احسن اجمد معطر. انا حطيت كده حوالي مج صغير اهو، وهحط خل ابيض اهو. تمام. خل ابيض من اللي احنا بنعمل بيه السلطه. لحظه واحده هحطه برده. بصوا يا حبايبي انا كده حطيت زي ما انتم شايفين كده، حطيت من العصير وحطيت خل ابيض. بعد كده انت ممكن في الوصفه دي ما تحطيش حاجه غير دول، بجد ريحتها تحفه. فانا هحط كمان معطر معاه. انا عندي المعطر ده فهحط كده غطيتين منه، ريحته حلوه قوي قوي. تمام. لحظه واحده يا حبايبي، فانا حطيت من العصير، حطيت مج صغير، المج اهو ده حطيت عصير البرتقال، وحطيت من نفس المج حطيت فيه خل ابيض، وحطيت المعطر ده. تمام. مش عايزه تحطي معطر وتحطي بس البرتقال والخل، بجد تحفه. طبعا الوصفه دي جامده بجد، حلوه قوي قوي بتاع المطبخ. وكمان بعد ما تخلصي يعني الحاجات، بعد ما تخلصي غسيل المواعين وكل حاجه في المطبخ، هتروحي رشاه حلوه قوي. ممكن ترشيه في الحمام، ترشيه، ريحته بجد تحفه تحفه تحفه. بجد ريحته بجد حلوه قوي، معقم حلوه قوي. يبقى اول وصفه بيه عملنا معطر، وممكن كمان تمسحي بيه المرايات، هيخليها لك زي الفل. وكمان يا حبايبي الازاز بتاع الشبابيك لو رشيتي عليه ومسحتيه هيديكي بجد لمعه حلوه قوي، هينضفهولك. بجد ادي اول وصفه، بجد روعه. تاني حاجه يا حبايبي هنجيب برتقانه، وهناخدها كده بالمبشره، وناخد القشر اللي هو الخفيف ده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. طبعا القشر ده بنعوزه لو عوزنا نعمل كيكه او بسكوت او اي معجنات. هتروحي كده بشره كام واحده، هتاخدي القشر بس ده اهو اللي على الوش ده وتحطيه، وتجيبي برطمان وتعبيه وتحطيه في الفريزر، هينفعك في اي وقت ما يكونش فيه عايزه تعملي كيكه بالبرتقال او بسكوت، فهتلاقيه. طبعا لازم تحفظيه في علبه او برطمان وتحطيه في الفريزر. دي تاني وصفه معانا في القشر. تالت حاجه، واخدت يا حبايبي البرتقال بقى وهضربه في الخلاط، وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي انا كده ضربته في الخلاط، شوفوا لونه عامل ازاي. بجد والله ريحته تجنن، قلبه بجد المطبخ، ريحته حلوه قوي قوي. يا ريت تجربوها بجد تحفه. طبعا انا عملت معاكم الوصفات ايه، انا بحب البرتقال والليمون، بحب اعمل بيهم وصفات كتير. احنا هناخد كده كميه منه اهو، شوفوا اهو كده يا حبايبي، انا خدت منه كميه شويه. تمام. بس اللون بتاعه بجد روعه. بعد كده هجيب كده معلقه بيكربوناتو،
لو ما عندكيش بيكربونات الصوديوم حطي كيس بيكنج باودر من بتاع الكيكه. بصوا يا حبايبي، احط ملح ليمون. بصوا التفاعل عامل ازاي. طبعا هما الاتنين بيتفاعلوا مع بعض. شويه كمان اهو، تحطي حوالي معلقه. شوف التفاعل بجد جميل جدا جدا. طبعا انا ما صفيتوش، انت لو انت مش مسويه البرتقال قوي صفيه بالمصفى. تمام. انا لقيته بصوا عامل ازاي، ما فيهوش اي حتت، يعني مضروب جامد. انت تضربيه جامد. تمام. حطينا بيكربونات الصوديوم معلقه وملح ليمون معلقه. لو مش عايزه تحطي بيكربونات وعايزه تحطي باودر مفيش اي مشكله. ممكن برضو تحطي البيكنج باودر والبيكربونات الصوديوم تحطهم مع بعض عادي، والملح الليمون برضو. المج يا حبايبي اللي انا حطيته ده كان مج صابون سائل، انا حطيته عشان اغسل بالوصفه دي المواعين. انا عملت معاكم برضو قبل كده صابون سائل بالبرتقال، روعه بجد. وطبعا لو الكوبايات ريحتها زفاره او اي حاجه تحطي، هتغسلي بيه هتغسلي بالوصفه دي بجد، هتخلي لك ريحه الكوبايات زي الفل، وهتلمعها لك وهتلمع لك الاستانلس بجد. انا جربت الوصفه دي قبل كده معاكم وبجد بتلمع المواعين. ودي وصفه كمان بجد روعه. بعد كده يا حبايبي انا فضيت كل الخليط اللي في الشفشه بتاع الخلاط في العلبه دي. انت لو عندك برطمان ازاز فضي فيه عشان هتحطيه في الفريزر عشان تسكيه جامد. تمام. انا ما عنديش الصراحه برطمان ازاز لاني حاطه فيه وصفات كتير، فحطيت في العلبه دي. تمام. انت حطي في برطمان ازاز. الوصفه دي هنعمل فيها ايه؟ دي هنستعملها. هتجيبي طبق، مثلا لو انت عندك فراخ او بط، يعني بتنقعيهم. ما يكونش عندك برتقان او ما عندكيش ليمون، انت هتكوني حاطه الخلطه دي في الفريزر، او تحطيها يعني لو هتستعمليها على طول حطيها في باب التلاجة. لو انت مش هتستعمليها على طول حطيها في الفريزر. تمام. هتاخدي معلقتين 3 في الطبق اللي انت هتحطي فيه البط او الفراخ، وتحطي في الميه معلقتين ملح. يعني الحاجات اللي بتحطيها، اللي تحطي ملح وحطي معلقتين من العصير ده، وما بيعملش مراره ولا اي حاجه ولا هو ولا الليمون. بجد روعه، هيدي للفراخ او البط ريحه حلوه، هيشيل كل الزفاره اللي فيها. بجد جميله. يعني احنا عملنا وصفات حلوه قوي قوي النهارده. دي الوصفات اللي احنا عملناها النهارده بقشر البرتقال. عملنا معطر. معطر اهو، ترشيه بقى في الحمام، في المطبخ، في اي مكان انت عايزاه. عايزه تمسحي بازاز بجد روعه، وريحته بجد ريحته تحفه. بجد ريحته تحفه قوي، جميل جدا جدا. وعملنا وصفه لغسيل المواعين اهو، صابون سائل. وعملنا وصفه لغسل البط او الفراخ من الزفاره. وعملنا كمان قشر البرتقال ده عشان لو عايزه تعملي كيكه البرتقال او عايزه تعملي بسكوت البرتقال. يعني عملنا ما شاء الله 4 وصفات زي ما انتم شايفين كده، بجد روعه. ايه رايكم بقى في الوصفات دي؟ تحفه بجد. انا عملت معاكم السنه اللي فاتت فيديو برضو، بس كان بقشر الليمون، برضو كان جميل. عملت منه وصفات كتير قوي برضو، يا ريت تدخلوا تشوفوه. ده برضو ممكن تحط عليه قشر ليمون، بس انا ما كانش عندي فعملت برتقان بس. تمام. لو حطيتي برضو عليه قشر الليمون هيدي ريحه يعني اجمد كمان. الريحه بتاعت البرتقال قلب ريحه المطبخ. ولو حطيتي برضو معاه ليمون هيخليها ريحتها اجمد كمان. ايه رايكم بقى؟ يا ريت لو بيعجبكم وصفاتي تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوني في التعليقات. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ يا ريت يا حبايبي ما تنسوش باللايكات، بجد روعه روعه روعه. ايه رايكم؟ يا ريت ما تنسوش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.